مساء الخيرات، ازيكم عاملين ايه؟ انتوا تمام؟ انتوا تمام؟ بس انتوا تمام. طالما انتوا تمام يبقى الدنيا كلها تمام. طالما انتوا ده تمام يبقى كل الدنيا تمام. عاملين ايه يا رجاله؟ كله تمام، كله تمام، كله بونو زي ما بيقولوا. محمد صلاح. محمد صلاح والرابكه بتاعت محمد صلاح. رابكه. حرفيا. رابكه. يا جماعه الخير، احنا عندنا الاعلام المصري بكل امانه يعني متدني بشكل او بدرجه صعب تخيلها. ايه صعب تخيلها؟ ما تبقاش قادر تتخيلها. ازاي يا أحمد؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اقول لك اللي انا بقوله ده. الاستاذ الاعلامي الكبير قوي سيف زاهر مستضيف، ما اعرفش ليه مصممين كل مره. يعني شفت عمرو اديب مستضيف قبل كده محمد صلاح تقريبا. عمرو اديب عمرو اديب وحد تاني. سعد يونس تقريبا. سعد يونس. مدام سعد يونس. تمام. كان في حد تاني يا جماعه؟ نمشيها عمرو اديب دلوقتي ومدام سعد يونس. ودلوقتي اهو كابتن او استاذ سيف زاهر. هو ليه يا جماعه بناخده في قصر؟ ليه الراجل يعني بنصيفه في قصر دايما ليه؟ بجد والله حاجه مجنناني. ليه دايما كده في قصر منظر؟ مش ولا ده بيته ولا هو اللي بيستضيفهم؟ مش عارف. بس حاجه مستفزه. مستفزه يا جماعة، ما احنا عارفين ان الراجل غني غنى فاحش. احنا عارفين، ما احنا عارفين الكلام ده. مش لازم تظهروه يعني. وبعدين اسئلتكم، مصر بالنسبة لك ايه يا محمد؟ يعني اسئلتكم صعبة. والله العظيم صعبة. كوميديا. ايه ده؟ مصر بالنسبة لك ايه يا محمد؟ هيقول لك ايه؟ يعني انت مستنيه يقول لك ايه؟ التاني برضه محمد صلاح خده على قد عقله وقال له مصر. مصر هي امي. مصر هو ما قالش كده. مصر ان بفرحة الانبساط. وفي وسط كلامه برضه عمال يقول له ايه، انا ما بقتش عايش عشان خاطر الناس يعني. مش مهم الناس تقول عليا ايه. انا عايش عشان نفسي وعشان حياتي عشان ابسط نفسي. مش مهم الناس. الله العظيم بجد. انا ما شفتش اعلامي عنده الملكة بتاعت ال- الحوار زي ابراهيم فايق في الاعلام الرياضي يعني المصري. زي ابراهيم فايق. متمرس. بيعرف يسأل ايه وامتى، وبيعرف برضو لو ليه الزبون اللي قدامه ساق فيها بيعرف يلمه. والله العظيم بجد. يعني النهارده محمد صلاح مع سيف زاهر. انا شايف قال تصريحات مش حلوه. الجمهور مش فارق له، فاهم؟ الناس اللي بتشجعه مش فارقه له قوي. وسيف زاهر ما عرفش يلم وراه. هو اصلا سيف زاهر مش مصدق نفسه ان هو قاعد قدام محمد صلاح. مم. مش مقتنع. الفكره مش راكبه معاه. الفكره مش راكبه معاه. ايه ده؟ هو انا قاعد قدام محمد صلاح بجد؟ ايه ده؟ الكينج المصري الملك الفرعوني انا قاعد قدامه؟ معقوله؟ معقوله. شفت. طب استنى بقى ندور بقى. هات بقى ورقة نسأل كده ونشوف الدنيا. ندور كده في الورقة ايه بقى؟ ايه؟ دور براحتك. محمد، ايه مصر بالنسبة لك ايه يا عم؟ خلاص انت سألت السؤال ده. سألت انت السؤال ده خلاص. محمد، يومك بيعدي ازاي؟ يوم ايه اللي بيعدي ده؟ عادي بقوم من النوم باكل اشرب اروح تمرين اعمل اسوي انا يوم عادي زي اي يوم. انا ملاحظ يا محمد ان انت شخصيتك اتغيرت. طب ما هو طبيعي اي حد في الدنيا في الكون شخصيته تتغير. عادي.
انا وانا عندي 10 سنين غير وانا عندي 20 سنة غير وانا عندي 30 سنة. ما هي كده. كل مرحلة في حياتك انت بتتغير، بتنضج بشكل اكبر، صح؟ مفروض يعني. محمد، انت تنصح ايه او تنصح بايه الشباب اللي عايز تطلع زيك؟ والله انا مش لاقي حاجة اقولها لك يعني. انصحهم بايه؟ اقول لهم ايه؟ يعني انصحهم بايه؟ يا جماعة غيروا من التالت بتاعكم. يبقى انا هقول لك كده، انصحهم بايه؟ شوف، ركز على حلمك، شوف انت عايز توصل لايه، وان شاء الله توصل له باذن الله، ان شاء الله باذن الله. يا كابتن سيف، عندك حاجه تاني تقولها ولا اروح انام بقى عشان انت معطلني والبت مكه مستنياني بره وانا مش فاضيلك؟ او لو انت قاعد في بيت قوم امشي بقى يلا ساعتها. مش عارف القصر، ايه حكايه القصر ده؟ والله ما عارف. بيت محمد صلاح هو بيته هناك في انجلترا كده؟ مش عارف، انا مش عارف. القصر ده مجنني، راوشني. بس ماشي، اوكي، تمام. لقاء لحد ما كان خفيف، مش مفيهوش حاجة تقيلة يعني. مفيهوش أسئلة شتى نار، مفيش مواجهات حقيقية، مفيش. ف تمام. اللمبة هتضرب ولا ايه؟ ولا شكلها هتضرب؟ في حاجة بتحصل، في حاجة بتحصل في الكهرباء عندي. ايه الدنيا؟ كله تمام؟ ايه يا جماعة الخير؟ في صوت كده في الكهرباء مش طبيعي. ربنا يستر. طب يا جماعة، اطير انا بقى اشوف ايه الحوار ده. سلام.